قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوم القيامة أمر الله عز وجل بعبد إلى النار، قال: يا ملائكتي هذا أخذوه إلى النار. اجوا ذولا جلاوزة النار الذين هم جماعة مالك خازن النار، اجوا سحبوا ودوا جرجروا. هذا العبد التفت لي وراء هالشكل، جاي ياخذوه للنار. هذا النار هو بس دار وجه، ما قال شيء، التفت إلى الوراء. رب العالمين قال: مهلا لماذا التفت يا عبدي؟ ليش درت وجهك؟ قال: يا ربي أنا ما كنت أتصور أنت تذبني بالنار، كنت أظن بك خيرا. أنا كل حياتي أذنبت، أنا تجاوزت، أنا أذنبت، ما كنت أتصور أنت تقول أخذوا للنار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما وقف على شفتها، العبد لما وقف على شفة النار التفت إلى الوراء فقال الله: أما والله يا ربي إن كان ظني بك لحسن، أنا كنت أظن بك حسن. فقال عز وجل: ردوه وأدخلوه الجنة، فأنا عند حسن ظن عبدي بي فأدخل الجنة. اللهم صل على محمد.